مرة مريض جالي وقال لي: يا دكتور، أنا أسناني بتتحرك من مكانها وبتتلخلخ، إيه الحل وأصلا إيه السبب؟ أنا كنت نايم يا دكتور في أمان الله، وصحيت حسيت إن في سنة من أسناني بتتلخلخ وإن في فراغات بتحصل ما بين أسناني وبعضها. أنا مش فاهم المشكلة دي حصلت ليه وإزاي، وإيه العلاج وإيه الحل يا دكتور؟ تعالوا أقول لكم على إيه المشكلة وحلها. لأن تحرك الأسنان مش طبيعي أبدا في البالغين، ودي أسباب. أول حاجة التهاب لثة مزمن اللي بيأثر على العظم واللثة اللي ماسكين الأسنان ومثبتينها في مكانها. تاني حاجة البروكسيزم، يعني الجز على الأسنان، ودي بتكون موجودة عند ناس كتير جدا وهم أصلا مش عارفين، وبتحصل دايما وهم نايمين. واللي يقدر يقول لهم عليها لو في حد بينام جنبه، زوجتك مثلا أو لو مامتك، لو أنت لسه حد مامتك بتنام جنبك، تقدر تقول لك هل انت بتجز على اسنانك وانت نايم ولا لا، علشان ده اصلا بيعمل صوت. واوقات تانية الاسنان بتتحرك بسبب انك خلعت ضرس معين وما عوضتهوش ولا بتركيبه ولا بزراعه، وبالتالي الفراغ اللي موجود ده الضروس اللي قبله واللي بعده بتتحرك دايما عشان تميل فيه، والضرس اللي قصاده من فوق بينزل عشان هو مش لاقي حاجه تحتيه. ولو انت خالع ضرس فوق فالضرس اللي تحت برضه ممكن يطلع لفوق عادي جدا عشان مفيش حاجه قصاده. عادي، اتوقع عكس الجاذبيه عادي جدا بيحصل. فلو المشكلة اتلحقت بدري ممكن نوقفها ونعالجها تماما، لكن لو اتأخرنا ممكن نوصل لفقدان الأسنان ديت تماما. لو حاسس بأي حركة في أسنانك ما تستناش، الموضوع مش دايما بيكون واضح، لكن الأشعة بتكشف كل حاجة. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، واستنوني فيديو جديد. سلام.